السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي الصائم، أختي الصائمة، تذكروا والديكم بالصدقة والدعاء خاصة في هذا الشهر. تصدقوا وادعوا لهم أمواتا. أحبتي، مهما قدمنا للوالدين لا يمكن أن نأتي بعشر معشار ما قدموا من جميل ومن معروف. جزاهم ربي خيرا وغفر لهم ورضي الله عنهم. إن كان والداك أحياء فبالبر والصلة والمعروف والطاعة، وإن كان أموات فبالدعاء والصدقة. الله الله، خاصة في هذا الشهر الكريم. تستطيع أن تبر والديك بعد الموت. لو كنت قاطعا في حياتهم ثم مات، تستطيع بالصدقة والدعاء وصلة أصدقائهما تبر. أيها المسلم والمسلمة، إذا رضي والداك بإذن الله فهذا علامة رضا الواحد الأحد. احرص على رضا الوالدين كل الحرص، تقبل الله منهم. قبل رضا الابن والأخ والزوجة والعمة والخالة والصديق، ابدأ بالوالدين. للأم من الاحترام 3/4 وللأب الربع. احذر يا أخي، احذر يا أختي أن يغضب الوالدان. غضبهما من غضب الله عز وجل، سخطهما من سخط الله عز وجل. نعوذ بالله من سخط الوالدين ومن سخط الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وسامحنا واعتق رقابنا يا رب العالمين. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.